3 2 1. ولك هاي 3 2 1 صار ساعة. 3 2 1 كيو. جاهز؟ كيو. حياكم الله واهلا وسهلا بكم. انا صالح المهدي وهي حلقة جديدة من بودكاست الوجه الاخر. ضيفة اليوم عزيزة وصديقة وصار هواي ننتظر هاي الحلقة. ندى سلطان، الكاتبة والصحفية والسياسية. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ونورتينا بالحلقة. وهم جزيلا زين نوركم هذا. بدينا بالحلقة. زين. صار شهر. صار شهر بالضبط. مو صحيح؟ اي يعني واخيرا. كلش سعيد. الله يخليك. انا انت اليوم ضيفتي. شكرا. وان شاء الله راح تكون حلقة مميزة. نتأمل ان شاء الله. بداية خلي من هي ندى بعيدا عن كل المسميات والألقاب اللي موجودة؟ هذا الموضوع يحتاج شوية شيء من التفصيل، بس أنا أختصر لك أقول أنه هي ندى طفلة وإنسانة عادية وبسيطة جدا. أعيش اليوم بيومه وأستمتع بكل لحظة أعيشها بحياتي، فأني ندى وبس، يعني بعيدا عن كل الألقاب. ندى اليوم الناس تشوف الشخصية عامة، بس بنفس الوقت ما تنشرون حياتك الخاصة. هذا قرار لو أسلوب حياة أنت ما اتخذتيه، خلاص يعني اتخذتيه أنه تمشين على النمط. يعني أولا خلينا نقول أنه الشخصية العامة بها محددات. يعني حتى وإن كنت أنا شخصية عامة والناس تعرف مثلا، خلينا نقول جانب كبير جدا أو جزء كبير جدا عن ندى سلطان، لكن بالنهاية قرار أني أبقي الحياة خاصة وأنطي لخصوصيتي مساحة أكبر، هو يعني أول شيء كان قرار، بعدين تحول إلى أسلوب حياة حتى ما أكون متاحة للجميع، وبنفس الوقت أمارس حياتي الطبيعية بدون مضايقات. اليوم احنا بالعراق يعني خلينا نقول الشخصيات العامة أو من يسمون نفسهم شخصيات عامة يفتحون لأنفسهم أبواب ممكن يكونون يعني هم في غنى عنها، ومع مع مرور الوقت هذا الموضوع يتحول إلى يعني مضايقات، وإلى خلينا نقول فرض شروط معينة أو قالب معين لظهور الشخصية العامة أمام المجتمع. ف يعني هو كان قرار وصار أسلوب حياة بعدين. برأيش ندى كل شخصية عامة لازم تكون كتاب مفتوح للجميع، لو من حقكم تحتفظون بجزء خاص من حياتكم لأنفسكم؟ هو من حقنا طبعا، لكن أنا دا أقول لك أنه الشخصية العامة هي من تفرض هذه المحددات. تمام. يعني اليوم أي واحد يتخذ من مثلا خلينا نقول من مهنته أو من صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أو من هوايته طريق إلى الشهرة وطريق إلى أن يكون شخصية معروفة وشخصية عامة، لازم تكون عنده ضوابط لهذا الظهور العام. لازم أني أعرف إيش وقت أظهر جانب معين مني وإيش وقت أخفيه. لازم الناس مثلا ما تعرف كل شيء عني، ما يصير أكون كتاب مفتوح للجميع، حتى ما أتعرض لمضايقات. اليوم أعتقد 90% من الشخصيات اللي عامة أو من يسمون أنفسهم شخصيات عامة يتعرضون إلى مضايقات، لأنهم يعني ماكو شيء بحياتهم ما يصوروه، ماكو شيء بحياتهم ما يظهروا للعامة. يعني حتى قلنا نعرف الشخصية الفلانية شنو غرفة النوم، وصلنا لهذه المرحلة، صح؟ وصلنا لهذه المرحلة من المساحة انعدمت والخصوصية انعدمت. لذلك هذا الموضوع جدا خطر وإلى سلبياته، يعني بالمقابل عنده يمكن 1% من الإيجابية. يعني ندى اليوم موجهة للناس فكرها وعملها ومجالها الخاص، ولكن خصوصياتها الشخصية العائلية من المستحيل اليوم أنه أحد يعرف عنه، هذا شيء خاص بي أني، تبقى نمط حياتها. يعني أنا دا أقدم ندى سلطان للناس على أنه هي يعني بمجال معين، خلينا نقول الكتابة أو الصحافة أو السياسة. أحسنتي. غير هيك أنا ما أريد الناس تعرف عني شيء، فقط مثلا منو أهلي، شنو عملهم، منو مثلا الأخوال الأعمام، منو أصدقاء المقربين. أنا ما ملزم أنه أقدم تقرير بكل هذا بشكل يومي للآخرين، يعني أنه الناس تعرف
مثلا من أي قبيلة، يعني بأي منطقة أسكن. هذه الأمور يعني ماكو داعي إنه الواحد يظهرها للعامة، يعني حتى أقدر أستمتع بالجانب الخاص من حياتي، وحتى أقدر مثلا أحافظ على خصوصيتي وعلى حياتي بمستوى أنا أكون راضية. يعني مو شرط إنه الكل ترضى عني، يعني المهم إنه أنا أكون مرتاحة وراضية. اكو قيود من العائلة على ظهورك يعني على السوشيال ميديا، خاصة بعد ما كنتي لابس الحجاب واليوم انت نازل الحجاب بصورة عامة؟ بصراحة هذا الشيء يعني أثر؟ هذا السؤال الإجابة عليه راح تكون من شقين. الشق الأول اللي هو القيود على الظهور. احنا عائلة بالعموم عائلة محافظة، يعني أنا الوحيدة اللي أكاد أكون بهذه العقلية، لأنه يعني الأربعة خلينا نقول الأخوة والأخوات هم من يعني متربين على نمط معين، وأني تحديدا اللي يعني أبوي الله يرحمه هو اللي تعهد بتربيتي. يعني أخذت هذا المنحى أو أخذت هذا الجانب إنه أنا أكون شخصية مستقلة وشخصية مثلا بوجه معروف. فكان أكو تشجيع من الوالد الله يرحمه إنه أنا أكون شخصية يعني عامة، أو أقدم نفسي على إنه أنا كاتبة وصحفية، طبعا بعد جهد وبعد سنوات من العمل. فالقيود تفرض ولا ترفع، يعني على الدوام موجودة، والأهل ما يريدون هذا الموضوع، أنه لا خلاص اكتفي بوظيفتك واكتفي ببيتك واكتفي بحياتك اللي أنت مثلا ولدتي بيها، وعيشي بهذا النمط. لكن تعرف أكو طموح، وهني للأسف ما عندي سقف بهذا الطموح. يعني شنو السبب اللي خلاك يعني تخلعين حجابك هذا الشق الثاني مال انه بعد خلع الحجاب وكذا. طبعا هي القيود كانت موجودة قبل الحجاب، وبعد خلع الحجاب صار اكو يعني فد نظرة مجتمعية عامة الى انه مثلا اي وحدة تريد الشهرة. هو انا إذا اوصل هاي المرحلة هذا كان قرار شخصي؟ يعني اليوم اللي لابس الحجاب خلاص هذه تمام، واللي نازع الحجاب نعتبر سافرة بين قوسين، اللي لا خلاص موضوع ثاني. يعني نظرة المجتمع عليه مختلفة، نظرة المجتمع على ندى بهذا الشيء. اولا اني يعني قرار لبس الحجاب كان قرار شخصي، يعني اتخذت قرار بفترة المراهقة تعرف يعني، والحمد لله اني عشت مراهقة نظيفة جدا يعني، وكرست كل مراهقتي إلى أن أبني نفسي وأبني شخصيتي بالقراءة وبالاطلاع وبالجد والاجتهاد يعني. فالحجاب ما أضاف لي شيء يعني، ولما خلعته ما أخذ مني شيء، لأنه أني دا أبني شخصيتي، دا أبني نفسي، بعيد عن أنه إحنا مثلا بمجتمع إسلامي، وأنه أني الحمد لله مسلمة وأفتخر بكوني يعني من دين الإسلام. لكن أنا أشوف الأخلاق بالدرجة الأولى هي اللي لازم تكون الرادع الحقيقي للإنسان عن أنه مثلا ممكن يرتكب خطأ أو ما يرتكبه. يعني مع جل احترامي لكل من ترتدي الحجاب، لكن الحجاب مو معيار للأخلاق، الحجاب مو معيار للتدين، الحجاب مو معيار على أنه هذا الإنسان مسلم 100%. أكو هواية أمور تحدد أنك تكون أولا إنسان سوي، إنسان تتعامل بإنسانية وبأخلاق، والحجاب يأتي مكمل. فأني الحجاب كمل بي شيء، لكن لما خلعته ما أخذ مني شيء الحمد لله. أضاف لك شيء؟ لا يعني بقت ندى مثل ما هي. أي طبعا. وأكو ناس يعني هاي للطرفة راح أذكرها، واحدة من الصديقات يعني أول ما خلعت الحجاب يعني قامت لغتني من كل حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وبلوك بلوك بلوك من كل مكان. هاي تحبك حين جدا. أني لأني أحبها وأحترمها، طبعا أوجه لها تحية، هي راح تعرف نفسها يعني. عاتبتها فقلت لها شنو طبعا بعد مدة طويلة أنا اكتشفت هذا الموضوع بعد شهرين تقريبا. عاتبتها إنه ليش لغيتي الصداقة وكذا. قالت أني كنت أشوفش بقالب معين وإنسانة محترمة ومثقفة وكذا، بس من خلعت الحجاب أنا ما قمت أتقبل شكلك يعني. لما خلعتي بعدين ظليت أتابعك أشوف شنو اللي راح يتغير من عندك، طريقة لبسك، طريقة كلامك، ظهورك، صورك. شفت إنه ما تغير بيك شيء،
فرجعت تريد تضيفني يعني، فهالمرة أني طيتها بلوك. طيب بلوك. الامور طيبه العاد. خلي نكون صريحين. اكبر لحظه ضعف مرت عليك وحسيتي انه اليوم خلاص ندى انتهت حياته؟ يعني هي فد موقف حسيتي لحظات الضعف نعم جدا كثيرة بحياة الإنسان عموما، يعني مو بس بحياتي أني، لكن هي يعني لحظات اثنين كلش أثرت بي. واحدة معروفة تكاد تكون للجميع، يعني موضوع وفاة والدي الله يرحمه، أسأل الله أن يرحمه. هذه أكثر لحظة كسرتني بس قوتني بنفس الوقت، وما زلت يعني بفضل هذه اللحظة أني دا أتطور كل يوم ودا أتعلم. اللحظة الثانية يعني هي هذه اللي كانت فاصلة بين أنه أنا راح أبقى عايشة لو راح أغادر الحياة، لما تعرضت لحادث حريق وتشوه جزء من جسمي وكذا. فيعني كانت لحظة مأساوية سبحان الله، والحمد لله. حسيتي أنه ندى انتهت حياته بهاي اللحظة؟ أي باللحظات اللي يعني عشتها خلال الحريق، لا يعني أنه شريط حياتك شايف هاي مال الأفلام من تنعاد يطلع قدامك. بالضبط، شريط سريع هيك، فسبحان الله يعني. خليني نسألك اليوم ككاتبة، شلون تشوفين حضور المرأة بالأدب العراقي اليوم؟ أقوى لو بعد يحتاج الوقت بصراحة؟ يعني احنا خلينا نتفق على انه مثلا عندنا بمجال الادب او يعني الثقافة عموما عندنا حضور نسوي كبير، لكنه يعني بالنسبة الى الحضور الرجال والمثقفين والأدباء يكاد يكون ضئيل. هو موجود لكن يحتاج إلى جهود جبارة لتعميق هذه الخطوة ولإرسائها، حتى تكون المرأة جزء يومي وحاضر بشكل مستمر في المشهد الأدبي العراقي. كلش حلو. أنا ما أقدر اليوم أقول أنه حضور المرأة يشكل مثلا نصف الحضور الأدبي، لأنه ما وصلنا لهذه المرحلة، ويمكن نحتاج بعد يعني سنوات طويلة إلى أن نهيئ هذه النخبة المثقفة الحقيقية اللي تظهر بمجال الأدب والثقافة عموما. لأنه اللي نشوفه اليوم يعني مو كل وحدة لها حضور هي أديبة ومثقفة، مع جل احترامي صح. للموجودات أكيد، وأكيد يعني كل المقامات محفوظة وكل الأسماء لها احترامها وتقديرها، لكن مو كل واحدة بيهم تشكل فارق بالمجال الأدبي أو بالمشهد الأدبي والثقافي العراقي عموما. يعني احنا اليوم لاحظ يعني بصورة عامة أنه تمثيل المرأة بالأدب عامة إن كان داخل العراق أو خارج العراق نادرا جدا بصراحة. ما قاعد نشوف التمثيل الواقعي اللي احنا قاعدين نعيشه. هذا السبب شنو هو؟ يعني نجيبها على القيود. اي يعني مثل ما احنا بكل شيء نعاني من قيود مجتمعية، حتى بمجال الأدب نعاني من قيود. هناك قيود. يعني حتى بمجال الأدب نفسه المرأة تعاني من قيود بشكل الكتابة ومحددات الكتابة. يعني اليوم مثلا ندى تكتب نص عن المجتمع، بس إذا كتبت نص بيفد مفردات معينة يحكم عليها من قبل المجتمع أنه هي مثلا أساءت الأدب هيك يعني. فأكو قيود تفرض على المرأة تحت أي مسمى كانت وبأي لقب كانت، يعني روائية، شاعرة، ناقدة. هو يعني المجتمع فارض عليك، فارض قيوده. فإذا نجي يعني نشوف بالمجال الأدبي وبالمشهد الأدبي هذه القيود تتضاعف وتتضخم. أنه شنو يعني مرأة تكون شاعرة، شنو يعني مرأة تكون روائية، شنو يعني مرأة تكون ناقدة. يعني المجتمع يتقبل المرأة بقوالب معينة، طبيبة، مهندسة، موظفة، مدرسة، غير هذا اختصاصات معينة، قوالب. أنا ما أسميها اختصاصات بقدر ما أسميها قوالب. يعني المرأة مدرسة معلمة فهي بخير، هي بألف خير. المرأة طبيبة أو كده تقدم خدمة للنساء مثلا. المرأة مهندسة هم مو لازم تكون مهندسة بالمعنى المطلق، يعني ما تروح مثلا لمواقع عمل، ما تروح مثلا لورش لكذا، لا هي تكون مهندسة بس بدائرة يعني حكومية معينة. فأكو قوالب يفرضوها. بالمجال الأدبي نفس الحال، يعني احنا ما نقدر ناخذ هذا
الأمر بالمطلق، إنه ما عندنا مطلق الحرية بالحركة سواء فكرا أو حضورا يعني. طيب اليوم لغة المرأة بالأدب تختلف عن لغة الرجل؟ جدا. شنو رأيك؟ شنو السبب؟ ليش؟ لأنه إحنا عندنا أدباء يكتبون وعندنا أديبات. أديبات كلش راقي. المرأة لما تيجي تكتب شعر تكتب من تجربتها هي الخاصة، يعني تجربتها الخاصة من واقعها الخاص. يعني ممكن مثلا من موقف معين تنسج هذا النص أو القصيدة أو حتى الرواية. الرجل نتاجه يكون عقلاني وعاطفي، المرأة نتاجها يكون عاطفي أكثر. يعني هذه سبحان الله هي تميل فطرة. للعاطفة. حتى بمجال الأدب إحنا الفطرة تشتغل عندنا أكثر. يعني أنا مثلا ما أقدر أتقمص شخصية رجل صح. وأكتب. ما أقدر أكتب من منظار رجل. أنا أكتب من منظار ندى يعني. صح. كامرأة وأنثى. حلو. فالنتاج هنا يكون مختلف جدا ويكاد يكون فعال أكثر يعني. كلش حلو. ندى، خلينا ندخل للمحور السياسي شوية. هذا مهم. ملعبنا. اليوم شلون تشوفين التمثيل السياسي للمرأة بالعراق؟ واقعي يعني لو مجرد حضور على الورق؟ لا واقعي ولا مجرد حضور على ورق. هاي شنو؟ مخجل، حضور مخجل. شنو السبب؟ يعني نحكي بصراحة أكيد. طبعا أكيد، برنامجنا صريح دائما احنا. بدنا نحكي بالوجه الآخر. أنا أريد الوجه الآخر لنا خلاص. ماكو سياسيات حقيقيات بالعراق، بس عندنا هواي. ماكو وحدة تشتغل على نفسها سياسة، اكو وحدة تشتغل لغرض الشو. أني أظهر، أفوز بالانتخابات، يساعدني الحزب، تساعدني القائمة، خلاص أكون سياسية من وجهة نظر المجتمع، نائب، عضوة مجلس محافظة. لكن لما تجي تشوف الواقع فهي شيء مفرغ من محتواه. يعني ماكو وحدة تقدم الصورة الحقيقية للقيادية والسياسية بالعراق. ماكو وحدة تشتغل على نفسها سياسة كل يوم، ما عندنا هذا الشيء. عندنا، مع جل احترامي طبعا لمن يعرفوني من صديقاتي وأعرفهم بمجال السياسة، بس احنا ما عندنا سياسيات في العراق. يعني نتأمل انه بالمرحلة القادمة تظهر عندنا وجوه سياسية تغير، لكن احنا ما عندنا النساء اللي يغيرون. ظهورهم فعلا مخجل، نتاجهم صفر. ممكن هواي راح يعني يعاتبوني على هذا الكلام او راح ينتقدون، وانتي ليش تقولين هذا الواقع، هذا الصراحة. لكن الواقع العراقي هو هذا. يعني يعني انا ما جايبه شيء من عندي، الناس كلها تعرف هذا الكلام، بس احنا نريد نقوله حتى نثبته. اكو شيء موجود فلازم نحكي به. الموجود انه احنا ما عندنا سياسيات بالعراق، احنا عندنا كمالة عدد من ضمن قائمة. احنا عندنا وحدة بس تريد يعني مبالغ، صفقات، سفرات، تستفاد يعني من المنصب 4 سنوات وبعدين راتب تقاعدي وتقضي بباقي حياتها. أما كسياسة وأني أشتغل للناس وأني أنزل للشارع وأني أقدم خدمة والناس تعرفني على أنه أنا سياسية، لا، ما عندنا. والدليل هسه أذكر لي أي وحدة من 2003 لليوم يعني عملت بمنصب معين والناس تتذكرها. يعني احنا اليوم نتذكر مثلا نزيهة الدليمي أكثر من أي شخصية ثانية. يعني صحيح. يعني أول وزيرة بالعراق. يعني شخصيات سياسية نسائية كان لها أثرها البالغ بتأسيس الدولة العراقية لليوم. جيب لي هسه وحدة تضاهيها مكانة وفكرا، ماكو. شنو أكبر التحديات اللي تواجه المرأة حتى توصل لمنصب فعلي ومو شكلي؟ يعني إذا نحكي على مستوى سياسة ولا على مستوى المجتمع؟ لا مستوى سياسي. يعني هي تحديات المرأة موجودة، التحديات موجودة مجتمعيا وسياسيا. مجتمعيا قلت لك القيود اللي يفرضها المجتمع على كل النساء. اليوم سياسيا أنا أحتاج هذا الشيء. سياسيا يعني أكاد أجزم أنه 3/4 من تصل من النساء إلى مناصب لازم أكون مساومات. يا إما أتوقع على ورقة بيضاء، يا إما تبتز، يا إما يعني تعمل تحت ضغوط.
ما عندها رأي، ما عندها قرار. وحتى توصل لهذا المنصب يعني حتى التوقيع ممكن تستأذن به رئيس القائمة ورئيس الحزب ورئيس الكتلة ومن يعلوها منصبا حتى توقع. يعني ما عندنا وحدة تنفرد بقرارها، ما عندنا وحدة تفرض نفسها كقيادية. أنا لا وصلت هذا المنصب إذن راح أنطي حق هذا المنصب، ما عندنا هذا الموضوع. اليوم تتوقعين لو زاد عدد النساء بمواقع القرار راح نشوف أو تغيير حقيقي؟ بصراحة مشكلتنا مو بزيادة العدد، مشكلتنا بالنوع، بالشخصية مشكلتنا بالنوعية. بالنوع. يعني أنا اليوم جيب لي مثلا خلينا نقول مجلس نواب 70% من عنده نساء، بس إذا ماكو تغيير حقيقي، إذا مو هم حقيقيات، شنو التغيير اللي ممكن يصير؟ صفر. ندى اليوم إذا ينطوش حق تغيرين قانون واحد لدعم تمثيل النسوي، أي قانون راح تغيرين وليش؟ قانون واحد فقط. وقانون واحد اللي أنا وياك وكل العراقيين نعرفه، هو أريد هذا القانون اللي أحوال الشخصية أكيد اللي سبب ضجة. ليش؟ الجواب أيضا واضح ليش. يعني لأنه يعني سبحان الله كأنه مصمم لأن يخلق فجوة بالأسرة العراقية وأن يدمر يعني بعض مما تبقى من الروابط الأسرية يعني داخل الأسرة العراقية. كل إنسان عنده نقطة بحياته، كل إنسان يمر بظروف صعبة، وأكو أشياء إحنا نفتقدها. الوالد الله يرحمه كان هو نقطة ضعف ندى بصورة عامة. شلون كانت علاقتك وياه؟ تحسين إن القوة اللي اليوم تمتلكها ندى جاية من دعمه؟ هي ما كانت نقطة ضعف، هو يعني كان وما زال وسيبقى نقطة قوة. احنا ما جايبين اشتات بشيء. لا احاول انه يعني كل ما وصلت اليه ندى، كل ما ستصل اليه هو يعني اولا بفضل الله سبحانه وتعالى، وثانيا بفضل والدي الله يرحمه. سبب قعدت وياك اليوم هنا هو يعني اليوم لو ما اني ندى سلطان واني بنت سلطان ما اجي اقعد وياك هنا. هو كان أمنية حياته أنه يشوفني على ستيج، يقرأ لي مقال، يقرأ لي قصيدة. حلو. يعني كان الداعم الأول والوحيد لما تريده ندى، لما تسعى إليه ندى. وكل شيء أسويه أحاول أنه أثبت اسمه بي، أي شيء. يعني أنا قبل خلينا نقول 2009-2010 كنت أعتمد ندى البياتي يعني سابقا. أي بعد يعني بعد فترة اقتنعت انه لا، لازم اسم والدي هو اللي يظهر، يعني لانه هو صاحب الفضل علي بهذا الموضوع. تتوقعين لو كان موجود شنو راح يكون رأيه وراح يشوفك بهذا المكان؟ شنو راح تكون ردة فعله؟ فخور اكيد، متأكدة من هذا الموضوع. يعني راح يحييك على طريقك اللي اختاريتيه انت. طبعا طبعا. اسال الله ان يرحمه. امين. ندى خلينا نكون واضحين شويه او نحكيها بصراحه. اليوم المراه بالعراق قويه فعلا لو فقط تظاهر بالقوه حتى تعيش؟ يعني هيك وهيك. اكو نساء قويات واكو يظاهرون بالقوه حتى يعيشون. يعني انا اعتقد انه المراه القويه فعلا هي المرأة اللي تتربى ببيئة صحية، يعني تنطيها مثلا حقها بأنه تكون هي أنثى، وأنه تتعامل وياها باحترام، وأنه العائلة تساندها بقراراتها وتبني لها شخصية مستقلة، فتنشأ نشأة صحية وقوية. أما المرأة اللي تتظاهر بالقوة فهذه هي أصلا جاية من بيئة هشة، بيئة ما تؤمن بيها. يعني إذا نبديها من العائلة، القيود اللي تفرضها العائلة والقيود اللي ممكن في إطارها تحارب المرأة، فالمرأة تبدي يعني تحاول بأي طريقة أنه هي تظهر نفسها أنه هي قوية وما مكسورة وشخصيتها قوية، حتى تحارب هذا
الفكر أو تحارب هذه النظرة لها. فيعني مثل ما قلنا أكو لا نساء قويات وأكو نساء يتظاهرون بالقوة. ندى خلينا نكون واضحين شوية. اليوم المرأة بالعراق قوية فعلا؟ لو فقط تتظاهر بالقوة حتى تعيش؟ يعني عندنا النساء قويات وعندنا نساء يتظاهرون بالقوة حتى يعيشون، وهذا الأمر يعني خلينا نحكي به من جانبين. جانب النساء القويات أو المرأة القوية هي المرأة اللي تجي أصلا من بيئة مساندة إلها. أولها التربية الصحيحة اللي يعني تنطي الأنثى حقها في إطار التربية وإطار العائلة، تنشئها نشأة صحيحة، تؤمن بها وتنمي فيها قابلياتها، وهذا الشيء يؤدي إلى أن تقوي شخصيتها. الشق الثاني أو الجانب الثاني اللي هم النساء اللي يظاهرون بالقوة حتى يعيشون، هم أصلا جايين من بيئات هشة ما مؤمنة بها، يعني طالعة من عائلة ما تؤمن بموهبتها أو ما تؤمن بقدرتها على أنه تكون شخصية مؤثرة بالمجتمع أو شخصية ممكن تكون ذات فائدة للمجتمع. فهي أصلا إذا عائلتها ما مؤمنة بها وإذا أكو قيود مجتمعية تفرض عليها، هنا هي راح تحاول أنه هي تتظاهر بالقوة. شوفوني أني قوية، شوفوني أني أقدر أعيش، شوفوني أني دا أقدر مثلا أوصل نفسي إلى مرحلة معينة، حتى شوية تسكت هذه الناس اللي ممكن تتهمها أنه هي غير قادرة على أن وتثبت نفسها بالمجتمع. تثبت نفسها بالمجتمع من خلال التظاهر. لكن هذا التظاهر أنا أشوفه مع جل احترامي لكل اللي يتظاهرون، وطبعا هم يعني شريحة جدا واسعة يعني ونسبة جدا كبيرة، هذا شيء مؤقت يعني إلا ما يجيها يوم وتنهار بعد ما تعرف تمثل يعني. اليوم بخبرتك وتجربتك الشخصية، نعم، هناك معايير لنجاح المرأة بصورة عامة وبرأيك؟ بالتأكيد. شنو هاي المعايير أو شنو هاي الأشياء؟ هو خلينا نقول إنه بالعراق ما قام يأخذ بهاي المعايير. يعني بالعراق المرأة ما تعتبر ناجحة إذا هي مثلا تكون إنسانة مثقفة جيد، أو إنسانة مثلا تعبانة على نفسها، أو إنسانة عندها مثلا شهادة عالية. حلو. ما يعتبروها ناجحة. الناجحة يعتبروها اللي عندها مثلا 5 مليون متابع. الناجحة يعتبروها اللي هي مثلا تلبس لبس معين من ماركة معينة. يعني معايير النجاح هي اللي اختلفت عندنا، أو نظرة المجتمع اختلفت لمعايير النجاح. لكن احنا عندنا معايير ثابتة إنه الإنسانة لازم تكون بشخصية بمحددات واضحة بقالب معين. أنا أحافظ على ديني وعاداتي وتقاليدي وعلى يعني البيئة المحيطة بي، إنه أنا أحترم قناعات الآخرين، أحترم حريات الآخرين، أحترم نفسي حتى أنال احترام الآخرين. فهذه كلها معايير تخلي الإنسانة تكون ناجحة. أهمها وفي أعلاها إنه أنا أكون إنسانة صادقة، أعمل على نفسي بصدق وبجد وباجتهاد، وأقدم للمجتمع نموذج ناجح يحترم، ليس لأجل المتابعات وليس لأجل الملابس ولا لأجل المظهر الخارجي ولا لأنه أنا حاقنة بوتوكس ومسوي هاي السوالف. لا، الناس تحترمني لأنه أنا فلانة، الناس تحترمني لأنه أنا يعني كائن بمحتوى مملوء ومتكامل، مو كائن مفرغ من محتوى. مو لأنه أنا مثلا يحترموني لأنه أنا حلوة، هذا مو معيار نجاح. هذا بالعكس يفتح لك باب استغلال، باب ابتزاز، باب استرخاص هذا النموذج الأنثوي الحلو يعني. فإحنا عندنا معايير، وبإمكان أي وحدة تريد تنجح نجاح صعب قوي وثابت ومستمر على المدى البعيد أن تشتغل عليها. أما إذا تريد توصل وصول سهل وسريع فالسبل متاحة وأغلبنا تنشوف. راح نبقى بنفس نمط السؤال. نعم. هذا يعني اليوم نعتبر أنه نجاح المرأة بصورة عامة برأيك هو المنصب والشهرة، لو أكو تعريف ثاني للنجاح اليوم الناس ما تعرفه وما تشوفه؟ لا، احنا عندنا تعريف النجاح موجود، لكن الناس تشوفه وما تعترف به. يعني اليوم عندنا نساء بكل المجالات ناجحات. احنا عندنا وحدة أنا متابعتها،
إنسانة يعني تدرس بالجامعة، بنفس الوقت هي يعني بنت قرية، يعني تنطي صورة عن نساء القرية شلون يعيشون، شلون تحلب البقر، شلون تجيب البيض، شلون تسوي هذا الريوق الصباحي العراقي الطيب. وهذه بنفس الوقت هي إنسانة ناجحة وتعمل على نفسها كل يوم، وأعتقد تعمل بمجال التحليلات المختبرية وهذه الأمور، يعني تدرس. فهذه نموذج ناجح. عندنا مثلا واحدة من صديقاتي مهندسة، يعني أوجه لها التحية، هي المهندسة الوحيدة اللي أنا متابعتها يمكن، يعني كل يوم دا تعمل على نفسها أنه هي تقدم نموذج مرأة ناجحة بمجالها، بمجال الهندسة، هندسة المصاعد. حلو. مهندسة عائشة أقدم لها كل تحية التحية تحية والتقدير واحترام يعني. لها. عندنا نماذج من نساء يعني يحتذى بهم. فإحنا ليش نغض النظر عن هذه النماذج الحلوة جماعة واللي لازم نفتخر بيها، ونروح السوشيال ميديا والفاشينيستات واللي تلبس مع كل احترامي تلبس نمري وتلبس ما أعرف. بس اليوم التركيز على هذا الشخصيات، التركيز على هذه الشخصيات لأنه ويعتبرهم ناجحات. أنت عندك إعلام موجه للأسف نحو هذا النمط من المعيشة. هذا الإعلام اللي هو يعني يكاد يكون أداة لسلب المجتمع من أصالته، من عاداته وتقاليده الحلوة. يعني أنا اليوم ما أخجل أنه أنا أقول مثلا أنا بنت عائلة بسيطة وأعيش حياة بسيطة، بنفس الوقت أنا أكون إنسانة ناجحة. شنو اللي يمنع؟ لكن هم يصدرون التفاهة على أنه هو نجاح، يصدرون الفاشينيستا على أنه هي فدشي بالمجتمع وناجحة وإنسانة مؤثرة ولها تأثير بالمجتمع. زين شنو التأثير اللي يسووه؟ وأما تترك المهندسة والطبيبة بينما عندنا نساء رائعات. صحيح. جدا. صحيح. يعني عندنا مثلا حتى أديبات، روائيات، شاعرات. صح. على مستوى عالي. صح. عالي جدا من الثقافة والوعي، وتدرك انه هي امرأة والها رسالة بالمجتمع. زين انا ليش ما اصدر هذه الوجوه، اصدر غيرهم؟ فالمجتمع يرى هذا الشيء، لكنه يعترف بالتفاهة اكثر من النجاح. انا دا اريد من عندك اهم 3 صفات تختصري لي اياها لازم المرأة تمتلكها حتى تنجح. 3 فقط. العقل. والصوت. مو الصوت اللي نحكي به، لا، انه يكون صوتها عالي بالمواقف اللي تتطلب من عندها. حلو. صوت وحضور. والقرار الثابت، انه اني لما اخطي خطوه تجاه امر معين بحياتي اكون ثابته القرار بي، ماكو شيء يزعزعني، ماكو شيء يخوفني، ماكو شيء يقول لي لا تسوين وما اسوي، بالذات اذا كان الهدف نبيل. يعني مو كل شيء نسعى إليه بالحياه هو شيء صحيح، خلينا نتفق بهذا الموضوع. يعني اليوم مثلا أنا ما أشجع كل بنية تصير إعلامية، ما أشجع كل بنية تصير مثلا انفلونسرز مثلا، ما أشجع كل بنية تشتهر، لا، إلا فقط اللي عندها رسالة، إلا فقط اللي عندها خدمة تقدمها من خلال هذا القالب للمجتمع. ما يصير إنه الكل يشتهر. لعد منو تصير ربة بيت، منو تربي الأطفال، منو تخدم المجتمع من أسر بسيطة، منو تصير الفلاحة، منو تصير العاملة، منو تصير مثلا الزوجة والأم البسيطة. يعني نموذج المرأة العراقية الجميل هذا البسيط اللي شفناه بأمهاتنا وجداتنا، يعني يكاد المجتمع لا يؤمن إنه لازم المرأة تكون بسيطة. أنا اليوم أمنية حياتي إنه نحافظ على هذا القالب. المرأة لازم تكون ضمن هذا القالب، ما تطلع من عنده. لازم أكو أمور بالمجتمع ما تطلع من عندها. أنا أشتهر، أكون مؤثرة، يكون صوتي عالي، لكن المجتمع له حق علي، ما أنسلخ عن العرف والعادة والتقليد. هذا الشيء لازم ما أنسلخ عنه. وهذا الجيل ما يؤمن بهذا الموضوع للأسف، وسببه هم ذول المشاهير وهاي. أسباب الفشل اليوم عند بعض النساء مرات ما يقدر يوصلن أو يكملن. اليوم المشكلة بالمجتمع ده، لو بالتربية، لو بخوف داخلي داخل كل امرأة عراقية. لا، ما أعتقد هو سبب التربية.
ولا سبب المجتمع. شنو سببه انه اكو مغريات تقدم للنساء، على ضوءها هي تقتنع انه خلاص هو هذا الطريق الصح، فخلي اوصل. وواحدة من اسباب الفشل السريع هو الوصول السريع. يعني اني لما احط ببالي انه انا اريد اوصل، اريد اشتهر، اريد اصير غنية، اريد تصير عندي ممتلكات، لازم اوصل باي طريقة، لازم اوصل. وهذا ما يحدث مع غالبية اللي نشوفهم من خلينا نقول اللي تسمي نفسها طبعاً مشهورة أو مؤثرة يعني. فطبعا كارثة. يعني هذا ما يحقق للمرأة ذاتها، يعني ما يعترف بالمرأة كمرأة، يشوفها كسلعة، هي سلعة يتاجر بها إلى مرحلة ما، بعدين من يخلص شغله وياها خلاص يعني. فهذا مو وصول ومو نجاح. يعني أنا أعتبره بالعكس فشل ذريع ورصاصة الرحمة في جسد كل امرأة. يعني تريد توصل، أوكي تمام أوصلي، لكن بطرق مشروعة وطرق تزيد من قوتك بوصفك امرأة، ما تضعفك، ما تاخذ منك، ما تنال من كيانك، ما تهزك، ما تقلل من قيمتك كامرأة عراقية. وأني ليش دائما أركز على موضوع مرأة عراقية مرأة عراقية مرأة عراقية؟ لأنه إحنا أكاد أجزم أنه تربيتنا مختلفة تماما عن بقية المجتمعات. المجتمع العراقي فيه أرقى معايير لتربية الأولاد، سواء الذكور أو الإناث. يعني ننطي كل شيء حقه. إحنا طبعا أكو لكل قاعدة شواذ، لكن بالعموم عندنا قالب معين بالتربية، هذا جدا رائع. وتحدثوا عنه ياما ناس يعني، وتقدر ترجع إلى مصادر وبحوث أجريت بهذا الصدد. لكن الخلل بوعي المرأة. أنا ما أعرف مكانتي، ما أعرف قيمتي، ما أعرف أثمن نفسي، لذلك أمنح للمقابل فرصة أنه هو يستسلعني، يعاملني كسلعة، يعاملني كشيء قابل للمقايضة والاستبدال والاستغلال والاستهلاك، ومن ثم يرميني خلاص، يستغني عني. كلمة واحدة، تعتقدين المجتمع مرات يساهم بإسقاط المرأة؟ جدا ودائما. وبرأيك المرأة نفسها شنو أكبر خطأ ممكن تقع به ويسبب فشلها؟ الجري خلف المغريات والمظاهر. هل تتفقين أن الفشل مرات يكون بداية نجاح؟ دائما بداية نجاح. قوية دائما. أكو نساء ما يبرزن إلا بعد ما يعبرن تجربة قاسية، صح؟ جدا صح. إذا قدامك اليوم بنت شابة تحاول تبدأ طريقها، شنو النصيحة اللي تمنعينها من الفشل وتدليها على طريق النجاح؟ كوني نفسك فقط. شنو الفرق بين المؤثر والمشهور؟ المؤثر هو اللي يصنع الفارق، أما المشهور مو ضروري يصنع فارق، هو مشهور لنفسه، يعني يحاول أن يصنع من لا شيء، والخلاصة أنه راح يبقى لا شيء. بمجرد ما يعني تتسلط الأضواء على غيره هو يطفى يعني. لكن المؤثر لا، يصنع فارق. مشهورة أم مؤثرة؟ مؤثرة والحمد لله. والحمد لله. نعم. حلو. ندى، ندخل لموضوع كلش مهم. نعم. بصراحة وأخذ حيز واسع جدا، اللي هو الذكاء الصناعي. أي نعم. هذا الموضوع الكل يحكي به، وبرأيك اليوم هو جاء علة علينا لو جاء فايدة؟ بصراحة ليش يعني؟ يعني هو كل مجتمع لما يطرح شيء جديد يستغله بالأمور اللي ممكن تسرع من عجلة التطور عنده، واللي منها الذكاء الاصطناعي مثلا. احنا ما قدرنا نشوف الذكاء الاصطناعي على انه هو حال الجوجل مثلا، محرك بحث يعني تحصل على المعلومة بسرعة. احنا سويناه نمط حياة، يعني حتى اكو ناس بدأت تكتب تعليقات بالذكاء الاصطناعي، يعني هو ما قام يبذل مجهود على انه هو يكتب من فكر ومن عقل، فيستعين بالذكاء الاصطناعي. بالعراق يعني فعلا حل كنقمة مو كنعمة، يعني حال أي تقنية أخرى طرحت من قبل واستغليناها بطريقة سلبية للأسف، ومش يعني أي صحيح. يعني استخدامه صار يعني فوق الحد المعقول وبطريقة مبتذلة جدا ورخيصة، يعني خاصة في الفترة الأخيرة.
يعني هي من بدت صار من بزارة بدا تطبيق الذكاء الاصطناعي احنا كنا نستغله بجوانب يعني مو مجدية ولا تشكل فارق ولا تفيد المجتمع، فيعني نقمة اليوم بمعنى الكلمة. انت ككاتبه تحسين الذكاء الصناعي منافس لو مجرد اداه لا طبيعي؟ مو منافس ابدا، ولا عمره راح يكون منافس، لانه الادب هو نتاج انساني فكري بحت. يعني جيب لي هسه ناس احنا صرنا نعرف يعني منو اللي يكتب بالذكاء الاصطناعي ومنو اللي يستعين به. يعني عندنا ناس قامت تكتب رواية بأسبوع، بينما احنا صار لنا شقد نشتغل على مشاريع أدبية ومنجزات أدبية يعني خلال عام أو عامين، أو حتى ناس يعني تاخذ بها أعوام لحد ما تنجزه إذا كان هو جهد إنساني بحت. لكن صرنا نشوف الفرق وصرنا نعي الفرق بين أنه هذا منجز إنساني بشري بحت أم هو منجز ذكاء اصطناعي بحت. فلا ما راح ينافس، مستحيل ينافس. شوفين تاثيره اليوم على وعي الناس؟ يعني اليوم المعلومات صارت تكتب بثواني تكون جاهزه، هذا يساعد الناس لو؟ لا هذا نوعا ما راح يجمد العقل وما يخليه يفكر. يعني اليوم الانسان شلون يكون مبدع، شلون يوصل مرحله الابداع؟ يعني اذا ما اعرف اذا كانت هذه الدراسه صحيحه ام لا، يقال انه اينشتاين اللي هو مثلا يصنف على انه هو اذكى انسان على وجه الأرض استخدم من عقله فقط 15% لحين وفاته. يعني فأنت تصور أنه إحنا أمام الذكاء الاصطناعي وتقنية الذكاء الاصطناعي ممكن الإنسان ماذا يستخدم 1% من المحرك العقلي أو الذكاء مثلا، أو محددات النتاج الفكري ما نستخدمه. لذلك أنا ما أقدر أحكم على أنه الإنسان ممكن يكون مبدع وهو دا يكتب بالذكاء الاصطناعي، لأنه الإبداع محله الفكر، المخ، الذاكرة، الذكريات، المواقف، هذه الأمور كلها هي اللي تحدد شكل الإبداع. فالذكاء الاصطناعي شيء جامد ما يوصل إلى أنه يسوي من الإنسان في شخص مبدع. يعني شنو الرسالة اللي اليوم تحبين توجهينها أو توصلينها للجيل الجديد على الذكاء الصناعي؟ استغنوا عنه كافي. مستحيل، ما نقدر نستغنى عنه. بالروايات قاعد تكتب هذا الشيء. روح الكركوك. أوه أحلى ما بالعالم. أكيد. إيش مدينة بهالجمال والتنوع، بعدها تعيش حالة من الصراع. اليوم المشكلة بالأرض لو بالناس لو بالسياسة ندى؟ السياسة المشكلة مو بالأرض، لأنه إحنا أغنى أرض على مستوى العراق يعني، ولا بالناس، لأنه إحنا ناس فيما بينها متعايشة وحابة بعضها ومتصاهرة ومتناسبة. ويعني عندنا مثلا بالعشيرة الواحدة 3 قوميات، مذهبين، ديانتين. فإحنا ما عندنا مشكلة على مستوى الناس، على مستوى أهل كركوك إحنا ما عندنا مشكلة. إحنا مشكلتنا فقط إعلامية سياسية. يعني مثلا هذا التصعيد اللي تشوفوه دائما عن كركوك، انه كركوك مدينه صعبه وكركوك ما بيها تعايش وكركوك مشكلتها الاقليات وكركوك مشكلتها المكونات والقوميات، ما بيها كل هذا الشيء. يعني احنا مشكلتنا باشباه السياسيين. احنا حتى ما عندنا، مع جل احترامي لمن يعني يسوق لنفسه على انه هو سياسي، احنا ما عندنا سياسيين، ما عندنا تمثيل سياسي حقيقي لكركوك سواء بمجالس المحافظات او بمجلس النواب، ولذلك وصلنا لهذه الحاله. تعتقدين كركوك يعني عوقبت لأنها مختلفة؟ أي دائما الاختلاف يولد عقوبة. ندى كركوك اليوم مو بس مدينة، هي حالة أنا أعتبرها خاصة، أعتبرها عراق مصغر. اليوم شنو تعني لك ككاتبة؟ يعني هي مصدر كل إبداعي كركوك، وهي مشغلي، هي وقودي اليومي. يعني ممكن أي موقف أمر بكركوك يعني أقدر أطلع من عند الشيء مثلا يكتب ويروى. بس أحيانا جمالية كركوك أنه ما نستغلها بهذا الجانب، يعني تبقى هيك متفردة بجمالها بأصالتها، وأن لا نسويها مادة كتابية نستثمرها بكل مجال. لا نستثمرها دائما بالأدب، لا نستثمرها دائما بالسياسة، ولا نستثمرها بمجال الاقتصاد وهذه الأمور. نخليها مدينة هيك بساطتها وجمالها وحيويتها،
يكفي انه هي كركوك. ندى رسالة أخيرة، من أقرب لك؟ ندى الشاعرة لو ندى السياسية أو الكاتبة الصحفية بين قوسين؟ يعني أريد ندى قريبة. بالدرجة الأساس إيه؟ الكاتبة والصحفية، والدرجة الثانية الطموح السياسي طبعا، لأنه الكتابة وشغف الكتابة والصحافة بدأت عندي من الطفولة، ودا أستثمرها حتى أنجح سياسيا، يعني أني أقرأ هواية السياسة، أني أستثمر ما تعلمته في السياسة لما أوصل إن شاء الله، وراح أوصل. يقال أنه هي سياسية فعلا، ما جاية كمالة عدد ولا جاية حتى تنال منصب وتروح، لا، أكون منطية حق اللي تعلمته طيلة هذه السنوات. ندى أنا جدا أشكرك. أنا اللي أشكرك، شكرا لإتاحة الفرصة رغم الصعوبات اللي واجهتنا خلال شهر واليوم. صحيح. جدا سعيد. الله يخليك، شكرا. معلومات كانت كلش مهمة جدا. الله يخليك، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة. أنا أشكركم وشكرا على حسن الاستقبال والضيافة، وشكرا لك صديق السنوات الحلوة وصديق المواقف البطولية والمشرفة. يعني يمكن اللي ما خلف الشاشة يعني ما يعرفون شنو يعني لي صالح. صح. وشكرا طبعا لأحمد، وشكرا لكل اللي راح يسمعونا، وإن شاء الله يعني نكون قدمنا ما يستحق مجتمعنا العراقي الأصيل، ونكون على قدر المسؤولية بالأوقات القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. إذا وصلنا لختام حلقتنا، انتظرونا إن شاء الله بضيف جديد ووجه آخر. إلى اللقاء.